ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. وأيها الإخوان رحمكم الله، قبل إلقاء خطبتي أرجو منكم أن تشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة وبها نستطيع أن نجتمع في هذه المقام الفاخر. نصلي ونسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله. إخواني رحمكم الله، قبل كل شيء أوجه تحياتي وتعظيم لمحترم رئيس عام مؤسسات تربية إسلاميات دار السعادة الفضيل المقرب أبو ياري لامpuh pada Ma'awalid wa Abu Nijat pada wa Baba Allahumma gfir lahu wa aidan ila ra'iti al-fadil al-muqarram ayah di pada asyid wa ahlihi. Ikhwati rahimakumullah, qabla iqtikami khutbati urju minkum an tashkurallahu azza wa jalla fi hadhihi al-maqam al-fakhir. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih alladhi qad a'tana ni'aman katsiratan wa biha nastati' an najtami'a fi hadhihi al-maqam al-fakhir. أن أتكلم أمامكم جميعا تحت عنوان فضيلة القرآن. كما عرفنا أن القرآن كتاب مقدس للمسلمين، وقراءته تكون عبادة، وهو أنزل الله بواسطة جبريل هدى للناس مبينة من الهدى والفرقان، أن فيه يبين من الشرائع والأحكام مفرقات بين الحق والباطل والحلال والحرام. ونحن من المسلمون فواجب علينا أن نقرأه حتى نفهم فهما جيدا، ثم نعمله في حياة يومية. مع أن في قراءة القرآن نتعلم إسلاميات واسعة ليرشد الناس إلى طريق الله المستقيم. وكما ذكرت سابقا أن قراءة القرآن أحسن عبادة وما من مسلمين. إذا نريد أن ننال أجرا شكرا كثيرا من الله ونكون قريبا منه فلنقرأه. وهذا مرتبط بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الإخلاص مرة فكأنما قرأ القرآن من أحسن عبادته. بجديد ذلك أن قراءة القرآن فضيلة كثيرة، كما وحي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: عن فضائل سورة الإخلاص مرة فكأنما سورة الإخلاص. وهذا مطابق بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الإخلاص مرة فكأنما قرأ ثلث مرة
قرأ ثلاث قرآن مرة فكأن ثلث القرآن كله. إخواني حضيرنا رحمكم الله. وقد حيث نبي محمد صلى الله عليه وسلم كل مسلمين على تعود بتمسك بتعلمه على تعود بقراءة القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام القرآن معرفة الله فخذ معرفة ما استطعت. وقراءة تكون عبادة وهو أنزل الله بواسطة جبريل هدى للناس مبينة من الهدى والفرقان أي أن فيه يبين من الشرائع والأحكام المفرقات بين الحق. أيها الإخوان رحمكم الله. قبل اختتام خطبتي أرجو من جميع المسلمين وأن قراءة القرآن على تعود بروح القرآن من جميع المسلمين وقد حيثونا أيها الحضيرون رحمكم الله. وآخر بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.